في واحد علق من كم يوم تحت بوست وسأل سؤال، قال الإماراتي يعرف يشتغل؟ قال الإماراتي بس مقاهي وبلاي ستيشن. أوكي جميل، مرد عليك ونخبرك. الإماراتي الله يسلمك وصل للمريخ، الإماراتي وصل للقمر وبيوصل للقمر قريب إن شاء الله. الإماراتي راح وقعد 6 شهور في المحطة الفضائية. الإماراتي صنع وأطلق الأقمار الصناعية. الإماراتي اشتغل مهندس في محطات الطاقة النووية. الإماراتي كمل المسيرة وقاعد يحفر في البترول وقاعد ينتج ويصدر البترول. والإماراتي هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل توجه قيادتنا الله يحفظها ويطول بعمرها، خلت الإماراتي له قيمة عالية جدا. وفوق كل هذه الإنجازات اللي أنجزها الإماراتي، يروح المقهى يلعب بلاي ستيشن ويلعب نتندو سويتش بعد وينجز. الإمارات اللي أنت قاعد تستهين فيه الحين مش الإمارات اللي في بالك وبال البعض يوم يقول له بتصير الإمارات، يحط في باله أنه ساير شو اسمه منطقة صحراوية وعلى قولتكم البدو وأهل الإبل والأمور هاي كلها. لا لا لا، الإماراتي تغير، الإماراتي وصل للعالمية، الإماراتي وصل للفضاء. والكلام هذا بس مو بس ينطبق على الإمارات، ينطبق على الدول الخليج كلهم. الحمد لله رب العالمين. بيتبعون الدول الخليج الثانية وبنشوف إن شاء الله في المصاف العالمية وفي الفضاء بنشوفهم إن شاء الله. أما أنت اللي قاعد تكتب أو تسأل هذا السؤال في التعليق، أنت شو أنجز لنفسك ولدولتك؟ شو اللي ضفته أنت؟ بس أنك تنتقد في التواصل الاجتماعي، تنتقد كل شيء يصير إيجابي في الإمارات ودول الخليج. خلك على انتقادك وبتم مكانك، واللي تنتقدهم بيوصلون أبعد مما أنت تحلم فيه. الله يعينك على نفسك والله يهدي الجميع يا رب.